شفتوا جثة الرجل السوري من يومين، فرق الإنقاذ التركية اللي طالعتهم تحت الأنقاض بعد عدة أيام. سبحان الله، إيش قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل هذا المشهد من قبل. جثة رجل سوري، قال والله النور يخرج من تحت كل شعرة من جسده، مبتسم، رائحة العطر تفوح في المكان، رائحة طيبة زكية. سبحان الله سبحان الله. يا ترى على ماذا مات هذا الرجل؟ الله أعلم. قيام ليل، صلاة، عبادة، دعاء، ذكر، الله أعلم. الله أعلم ما هو مقامه عند الله. لذلك الإنسان من الآن يستعد. قل الشيخ عم يخوفنا وكذا، يا أخي أنت لا تمشي بالطريق الثاني، روحك بتلاقي هنيك روح وريحان وجنات نعيم، تمام، وما في خوف أبدا إذا مشيت بهذا الطريق، بطريق التقوى. أما إذا رحت هيك، وأن عذابي هو العذاب الأليم، واجب علينا نحذر. طب أنا ماني بشر مثلكم وأنا كمان رايح له المصير؟ كلياتنا الآن جنائز مؤجلة، الآن كل واحد واقف عدوره، راحلت الناس هي دفناها كلها ونحن الآن وراهم تماما. فواجب نحذر يا أخوان، نرجو رحمة الله وبنفس الوقت شو؟ نخشى عقابه، فلنستعد يا عباد الله.